بعد اللقاء تفتكر انا قلت لك ايه؟ قلت لي ان ما كانش اه ده افضل لقاء حضرته في حياتي فهو من افضل واكتر اللقاءات المؤثره اللي حضرتها في حياتي. قلت احسنت. لي اه الواحد ممكن يروح 100 خطبه و100 محاضره ما يتاثرش كده. وعمره ما يتاثر التاثر ده. سبحان الله. طيب جميل. انا بالنسبه لي يوم الجمعه اللي فات اللي هو بتاع اللقاء، حفله اهل القران دي والعمره والسحب والكلام ده، انا بالنسبه لي هذا يوم من ايام الله. حقيقة. انا رايت عجبا من كرم رب العالمين. حقيقة والله. رايت خيرا وجبرا للخاطر لاهل القران اول مره اراه في حياتي. والله سبحان والله يا الله. شيخ خالد، انا دايما بقول يا جماعه اهل القران غاليين على الله، واكيد هم غاليين على الله، صحيح. بس فرق اما تقول الكلام ده نظري، وفرق اما تشوف الكلام ده بعينك عملي. حقيقة والله. عارف اما كان حد من الصحابه يقول لك مثلا ايه، انا اما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا ويكلمنا عن الجنه والنار كأن رأي عين. رأي عين يعني ايه؟ يعني هو النبي بيتكلم عن الجنه كأنه شايف الجنه، بيتكلم عن النار كأنه شايف نعم. النار. والله العظيم انا رأيت بقلبي وبعيني كرم الله وحب الله وفضل الله على اهل القرآن. مش نظري، ده عملي. يعني انا من جوه كده قاعد اقول يا رب هو انت بتحب اهل القرآن للدرجة دي؟ ربنا بيرتب لهم دي تيجي ودي تيجي. انا اصلا عشان استوعب قعدت، انا روحت بقى عشان استوعب اللي حصل. هما 2 بقى 3 وبعدين يجي لك اتصال، انا ما اعرفش الاتصالات دي بتيجي منين. عايزين نسمع بقى الموضوع من الاول، سبحان الله. عن اليوم العظيم اللي هو يوم من ايام الله في الله المحافظة يكرمك يا شيخ كلها. أحمد. ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سعيد والله يا شيخ أحمد إن أنا معاك، الله وربنا يبارك يعلم فيك. ويشهد أنت من أحب الناس إلى الله قلبي. يبارك فيك يا شيخ خالد. الله ربنا يكرمك. يحبك يا رب وينفع بيك في الدنيا اللهم امين. والآخرة. وأنا اللهم امين. والله يعني أحسبك من أهل القرآن. الله والله يا رب. أحسبك كذلك وأحسبك موفقا. الله ربنا يا رب يكرمك. الله يبارك يبارك فيك فيك. أنت وحبيبي الله الشيخ يكرمك. أحمد العزب اللي الله كان يبارك معانا يوم فيك. الجمعة، ما شاء وكان الله، الوضع كان ليه جهد ليه مشكور، جزاه أثر الله طيب خير. والله. ربنا يجازيه خير. بص يا شيخ أحمد، صلى على النبي عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام. وسلم. الفكرة كلها إن إحنا عندنا في الشعرة دلوقتي بقالنا 2 في مسابقة للقرآن الكريم على مستوى الشعرة ما شاء الله. كل سنة بنشوف فيها عجب العجاب. مم. الأولاد بيتكرموا كلهم. أنا آخر حفلة كده قعدت مع نفسي، الأولاد دي بتتكرم وفيهم ما شاء الله ما شاء الله يعني جنيه ذهب. ما شاء الله يعني المركز الأول في القرآن كله بياخد جنيه ذهب. للأولاد. للأولاد والبنات اللي بيشتركوا يعني إيه تحت سن معين، معمول عند الدكتور محمد شوشة رحمه الله رحمة واسعة. اللهم امين. أهله ربنا رب يبارك فيهم، هم اللي عاملينها. فانا اخر مره كده قعدت اقول بيني وبين نفسي من الاولى بالتكريم؟ مم. الاولاد اللي بتحفظ ولا المعلمين اللي بيحفظوهم؟ مم. مم. فاهم قصدي يا شيخ احمد؟ ايوه فانا قلت بيني وبين نفسي لا، المحفظين اللي بيحفظوهم من وجهه نظري هم اولى ناس بالتكريم. نعم. وانا عارف كويس جدا المجهود اللي هم بيبذلوه، واعرف كويس جدا هم عايشين حياتهم ازاي وبيضحوا ازاي علشان يقدروا يوفروا وقت ومجهود للاولاد اللي معاهم في المسجد. نعم. فانا جا بيني وبين نفسي يومها لما شفت كرم ربنا كده للاولاد، قلت بيني وبين نفسي ايه؟ قلت يا رب يا كريم قدرني في يوم من الايام ان انا اعمل حفله واطلع حد من اهل القران دول المحفظين عمره مجانا لله. سؤال، هم اتفضل. اللي كانوا انا قلت مثلا ايه، انت ساعه ما بتقول القاعه قلت يا رب هو الشيخ خالد عامل قاعه ليه؟ هو يعني كام واحد يعني؟ فانا قلت سبحان يعني الله. هيبقى المفترض الشيخ خالد يعمل حاجه كده قاعده صغيره وخلاص. سبحان الله. انا مش عايز اقطع كلامك، هو اتفضل. الجمع كل ده جه ازاي؟ او هم كل والله دول محفظات والله قران؟ هو ما شاء الله اللي مقدم بالنسبه للنساء للمحفظات كانوا قرابه ال60. 60 من دمياط كلها؟ من الشعرة بس. شعره بس؟ قرابة ال60 من الشعرة. واقول لك كمان ان في ناس كانت عايزه تقدم بس ما كانوش مستوفين الشروط، لان كنت مشترط ان هم ما يكونوش راحوا مع عمره اخر 5 سنين من حياتهم. ده كان شرط، وان هي تكون بتحفظ مثلا بقالها اكتر من 3 سنين، على اساس ان يعني بندور على اول ناس تطلع. فسبحان الله الله يعني أكبر. كانوا قرابه ال60. سبحان الله الله. اكبر. ده غير الناس اللي كانوا مش مستوفين الشروط. الله فانا قعدت مع اكبر. نفسي وكتبت بوست كده في اليوم ده، وقلت يا رب قدرني ويسر لي في يوم من الايام واطلع حد من دول من المحفظين والمحفظات عمره، وانا اعلم ان الناس دي نفسهم فيها جدا. سبحان الله يعني الخاطره دي جت في دماغي، الله. وبقالنا الكلام ده بقاله شهور.
يمكن من شهر 9 اللي فات. شوف، من شهر 9 اللي فات دي كانت اخر حفله عندنا في الشعراء. سبحان الله، دارت الايام وقدر الله سبحانه وتعالى ان انا اعمل رحله عمره بتقدير غريب من الله سبحانه وتعالى. انا نفسي ما كنتش في دماغي ان انا هوصل للمرحله دي، ان انا اقدر اطلع رحله عمره او اعمل كده خالص. قدرت ان انا اطلع المره اللي فاتت. المره دي بقى لما جيت اطلع قلت والله العظيم، حتى كنت بتكلم مع صاحب الشركه اللي انا رايح معاها، فبقول له استاذ عصام، انا ان شاء الله باذن الله ناوي اعمل سحب على عمره باذن الله، وان شاء الله ممكن يبقوا عمرتين لمحفظين ومحفظات القران. قعدنا نتناقش في الموضوع ده، يعني هو كان مستغرب من الفكره. سبحان الله، يعني الفكره بالنسبه له اللي بيطلع عمره ساعات بيبص لها بجانب مادي. يعني الفلوس دي انت اولى تكسبها، طب مش عارف ايه. قلت له يا استاذ عصام، انا والله وربي يشهد على يميني، قلت له استاذ عصام ده، قلت له انا مش عايز فلوس، انا موضوع الفلوس ده ما يشغلنيش، انا عايز رضا ربنا عني، والناس دول اولى ناس ان ربنا يكرمهم والله العظيم. سبحان انا الله. قلت له كده والله، قلت له اولى ناس ان هم يكرمهم هم دول. وانا والله ما انا عايز. قلت له تخيل معايا كده يا استاذ عصام، انا ممكن اروح اعمل عمره ربنا ما يستجيب ليش، ممكن اي شائبه تحصل لي في نيتي، صح؟ وارد، وكلنا بشر، وربنا يا رب يرزقنا الاخلاص. لكن تخيل بقى لو انت سبب ان حد من الناس دي يطلع يعمل عمره، تخيل كده الناس دي لما تروح هناك تدعي لك، هتدعي لك ازاي؟ يا الله. وشعورها هيبقى عامل ازاي؟ ممكن حالك كله يختلف وينصلح. فلوس ايه؟ هي الفلوس بتخلي ولد من الاولاد كويس؟ يعني لو انسان عنده ابن وهو مليونير والله سبحانه وتعالى ما قدرلوش الهدايه، الفلوس تخليه مهتدي؟ والله ابدا. لكن واحده زي دي تروح هناك وتقول له يا رب، والله العظيم انا جالي اتصال النهارده من واحده من الناس اللي كسبهم، والله الذي رفع السماء بغير عمد، قطع لي خلع لي قلبي من جوه، وهي بتقول لي روح الهي ربنا يكرمك في ابنك مسلم. سبحان الله. والله العظيم ده عندي بالدنيا واللي فيها، اقسم بالله اقسم بالله. وزوجتي كانت جنبي، سمعت لها المكالمه وقلت لها شوفي فلوس ايه بقى، فلوس ايه